وفي الحديث عن الإرهاب دائما يزداد يوما بعد يوم اليقين بأن تنظيم داعش من صناعة أمريكية، وهذا حسب ما ذهب إليها المحللون وحتى المسؤولون الأمريكيون، خاصة بعد ظهور صور للسناتور الأمريكي جون ماكين مع البغدادية التي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي. تفاصيل هذا الموضوع مع وليد بوراوة. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزعيم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش رفقة السناتور الأمريكي أحد كبار الشخصيات في حزب الجمهوريين جون ماكين. إحدى الصور تظهر البغدادي زعيم داعش خلف ماكين رفقة قيادة، كما تظهر صورة أخرى البغدادي وهو داخل قاعة مغلقة رفقة ماكين وكأنه يتلقى تعليمات أو يتدارسون مخططا ما. أغلب هذه الصور تظهر ماكين والبغدادي في مقرات بالعراق أو سوريا، وهي أماكن سبق وأن زارها ماكين خلسة. وقد كانت هذه الصور صادمة لمن انساق وراء خدع ما يعرف بالدولة الإسلامية، لكنها الحقيقة. سبق وأن كشف العديد من المحللين والمتابعين للشأن الأمني علاقة داعش بواشنطن التي وضعته وليدا في سوريا وترعرع في العراق وسهلت حصوله على المال والسلاح، والهدف هو تجسيد مخطط تقسيم المشرق العربي تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد. وشهد شاهد من أهلها هي العبارة الأنسب في هذه الحالة، لأن الأمريكيين بدورهم اعترفوا بذلك، مثل ما جاء في مذكرات هيلاري كلينتون، وما أفصح عنه العميل الأمريكي الفار إدوارد سنودن، بالإضافة إلى ما جاء في إحدى القنوات الأمريكية. ماكين وبعدما قرصن الهاكرز هاتف أحد مقربيه ونشرهم للقطات ممثلة في استوديو افتراضي، ظهر أن هذه الصور تشبه طريقة إعدام الدواعش لضحاياها أخرى، تثبت وقوف عرب ثورات الربيع العربي وراء إنشاء هذا التنظيم الإرهابي.